عندك 2 كيسان ديال اللبن، جيبيهم واجي نوجدو هاد البسبوسه هادي الغزاله. بسم الله على بركه الله. فواحد الاناء قبيصه ديال الملحه، 2 حبات ديال البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ كما كتلاحظوا، كاس ديال السكر سنيده، كاس يكون عامر، كاس ديال العنبه، صافي قشور ديال الحامض. كنضرب هاد المكونات مزيان، كنخلط مزيان حتى داك السنيده كتذوب لينا والبيض كيتخلط وكيتبدل هذاك الخليط كيتبدل. تقدروا ديروه في الخلاط الكهربائي، انا خلطت غير بالفوي. صافي من بعد ما كنخلط مزيان مزيان كما غادي تشوفوا. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الاصدقاء، ما تنسونيش من لي لايك والبارطاج. انا غنضيف كاس معمرش ديال الزيت بالتدريج، كنضيف شويه بشويه وانا كنخلط. والمكون الاساسي او الرئيسي في هذه الوصفه هذه هو اللبن. غنضيف 2 كيسان ديال اللبن كما كتلاحظوا، غادي نخلط مزيان عاود. من بعد غنضيف كاس ديال تقريبا نقول كاس صغير ديال الدقيق، كاس غير صغير ديال الدقيق، و2 كيسان ديال السميده رقيقه ديال الحرشه. وغنضيف واحد 2 خمارات، 2 خمارات الوزن 7 غرام 7 غرام. صافي غادي نحاول نخلط مزيان حتى كينسجم لنا الخليط مع بعضياته كما غادي تلاحظوا. طريقه سهله. صافي كنبقى نخلط مزيان على هذا الشكل هذا حتى كنحصل على واحد الخليط. وفي هذه الاثناء هذه المول خاصنا نكونوا ديجا داهنينه قبل. صافي المول هنا دهنته ورشيته بالسميده، كنخوي فيه داك الخليط، كندخلها للفران طيب. كطيب من التحت، ملي كتبان ليا تحمرات من التحت كنشعلها تحمر من الفوق حتى كطيب مزيان وكنخرجها. كيكون هذا هو الشكل ديالها. هنا كنسقيها بالسيرو، السيرو اللي هو عباره عن كاس ونص ديال الماء، كاس ديال السكر سنيده، واحد الحامضه قطعتها دوائر حتى غلا. خلينا نردو فوق البوطه حتى كيغلا وكنسقي به هاد البسبوسه هادي باش تجي رطبه. صافي كنحاول نسقيها كامله كما غادي تلاحظوا، ضروري نسقيوها كامله من الجوانب كامله. صافي هنا كنرشها بجوز الهند كوك، بدنا نرشها بالكوك كامله. وغادي ناخذ واحد السكين وغادي نقطعها وغادي نوريكم كيفاش جات. كتجي غزاله الصراحه، شهوه منها، غير جربوها. صافي هنا كنقطعوها مربعات بالطريقه اللي بغيتو نتوما. انا قطعتها غير مربعات كبار. كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء.